مساء الخير يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكويسين في احسن حال دايما يا رب. بقالنا كتير جدا، بقالي انا عموما يعني فتره كده مش بعمل ماسكات وبدلع بشرتي زي العاده بتاعتي، ومش بنزل هنا فيديوهات ماسكات، فقلنا نعمل كده فيديو كده في السريع نعمل فيه ماسك سريع لبشرتنا. طبعا بما اننا في شتاء، فهدفنا الاساسي من الماسك ان احنا نرطب بشرتنا ونحافظ على الترطيب ده. عايزين نحبس الترطيب ده اكبر فترة ممكنة علشان خاطر نمنع الجفاف لبشرتنا. يلا بينا، تعالوا نعمل الماسك على طول. اول حاجة عندنا العسل طبعا بيساعد على ترطيب البشرة الجافة، بينضفها، وفي ناس بتستعمله كغسول كده لوحده، رائع. مية الورد اللبن ده تخفيف حب الشباب، ترطيب، تقليل التهيج، وطبعا مية الورد النضارة وتفتيح برضو. كل حاجة معلقتين ما عدا العسل معلقة واحدة، وهنبدأ نقلب كده مع بعض لحد ما المزيج يختلط. اول حاجه هعملها هشيل الميك اب من على بشرتي علشان نطبق الماسك بخطوه نظيفه او بطريقه نظيفه على بشره نظيفه يعني. فاول حاجه هعملها هي اني هبدا امسح بالبيوتي دي. طبعا هي مبلوله وطلعت بلاوي اهو زي ما انتم شايفين. على فكره بتتغسل وترجع زي وشها كده عادي. بصراحه السفنجه دي اختراع حرفيا، بتنضف جدا، وكمان بشويه ميه بتبليها وتنضفي بيها، وممكن شويه صابون صغننين عليها او نقطه من الغسول بتاعك وهتنضف وترجع تاني للوش ده. ده شكل الماسك بتاعي اهو. هو بس سائل شوية، هنبدأ نفرده على بشرتنا. بسم الله. وكده انا خلاص غسلت بشرتي بعد ربع ساعة ما خلصت، بس لسه ما رطبتش. طبعا احنا بنسيب بشرتنا مندية كده مية عشان نحبس الترطيب المندي ده بالسيرم او المرطب اللي احنا هنستعمله عشان تفضل اطول فترة ممكنة كده مرطبة ومنورة. اول حاجة هنعملها وهو السيرم بتاع كليو ده. انا طبعا سيرم كليو ده بستعمله من يوم ما جبته. طبعا انا كنت منزله لكم فيديو عن بالاوردر اللي جالي قبل كده، فهو حلو بصراحه. انا بستعمله على فكره، بعمل بيه الروتين بتاعي بتاع بالليل قبل ما انام، ولما باجي اصحى الصبح عشان مثلا خلاص هغسل بشرتي بقى تاني وهبدا ان انا اطب واحط الميه على وشي، بلاقي بحس ان انا بشرتي مزحلقه، لسه مزحلقه والله. يعني بحس ان انا بنزل السيرم من على بشرتي وانا بغسلها، فحاسه ان هو بيحافظ جدا على البشره. مش عارفه، هو ده اللي انا حاساه وبشرتي مرتاحه عليه، فمش عارفه بصراحه. في غيركم ممكن يجيبوا ما يرتاحش، وفي ممكن يجيب. هو انا مش بعمل دعايه واعلان ليه، علشان انا اصلا جايباه بفلوسي والله، يعني مش جايلي هدايا والكلام ده. فانا بقول لكم تجربتي ورايي فيه بس مش اكتر. تمام. طبعا مش قدام الكاميرا بقى بقدر ان انا اعمل رقبت، عشان مهمة برضو كده ان هي تستفاد بالسيرم. بعد ما حطينا السيرم المفروض ان احنا نحط مرطب، بس انا بكتفي بالكليو السيرم بس. ليه؟ لان انا قلت لكم ان بشرتي بتبقى في كده، بحس ان هي السيرم بينزل من عليها، فبتخلي بشرتي مترطبة وجميلة وكل حاجة. هنعمل بقى ايه؟ ترطيب شفايفنا. انا مش عارفه بلقلق ليه ثانيه. دوت برضو كلمتكم عنه قبل كده، بتاع اماندا، حلو قوي ده، بحبه جدا في ريحته. ترطيبه مش عالي قوي، ومحتاجه كل شويه تعملي بيه ترطبي بيه، بس انا بحبه ومرتاحه عليه بصراحه يعني. بس قلت لكم ترطيبه مؤقت، مش دايم. هو اغلب المرطبات بتبقى مؤقته، فانت محتاجه دايما ان انت ترطبي على طول. حتى السان بلوك لما تيجي تستعمليه بنقول ايه؟ ان هو ترطيبه او حمايته ساعتين وبترجعي تجددي تاني. فاي حاجه كلها كده، اي برودكت بتستعمليه لبشرتك لازم تجدديه كل فتره. تمام. كده الحمد لله انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي. اتمنى اكون افدتكم ويكون عجبكم. ما تنسوش بس السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو تسولي لايك ليه. مع السلامه.